الدوري الإسباني لهذا الموسم، مركز أول بالنسبة للبارسا اليوم بفارق 6 نقاط على ريال مدريد الذي لعب 12 جولة مثل برشلونة. في مباراة يديرها الحكم كسر البارسا أرضية والكرة في الركنية، كرة أولى من هنالك. أول كرة صعبة وأول لقطة وأول فرصة اللي سأضغط عليه. رافينيا مرفوعة بالراس، هتلاقي كرة بعيدة تقديم من بالدي لعبة فلوت من هنالك لإنيجو مارتينيز يفضل ديونغ توزيع رافينيا قول بستة. يلا كوندي بيني هنا يلعبها في الوسط مع بيدري، الطلاق الصغير والحكم يرجع. فينيا كي يتقاضى 82 يرسل كرة بعيدة راحت سهلة من ريميرو، يرسل كانت بعيدة. الفريق الثاني فريق أقل على الجهة اليمنى كيوبو بالراس لم يقدر، راح التماس بعد هذا التدخل من هنالك من قبل إنيجو مارتينيز أمام الياباني كيوبو. من هنا مينيوس والتدخل ما زال عندنا لاعب صغير. كيوبو والتغطية دفاعية رائعة ولاعب قبل أن يكون حارس بيدري لوبيز والتغطية ترجعت لعناصر الريال. من هنا مينيوس بعيد بين كثر ليفاندوفسكي خطيرة وجول، خطيرة وجول الأول لليفاندوفسكي وبرشلونة. بعد هذا التوغل وقف الكل ينتظر ويتفرج على ليفاندوفسكي وهو يراقب هذه الكرة ويدور ويسدد بيمناه ويفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الخامس. من هنالك من قبل روبرت أصابع مش بأصابع حول الكرة استرجعت من هنالك عن طريق منظومة لعب نادي بالدي. واصل ضيعها ما زال اللاعب، الحكم يرجع الاحلام ولا في الخيال ولا في بيدري القائمة الثاني كرة بعيدة الامام ممتازة من اجل المرور من اجل التهديد وخطأ يصفر حكم المباراة لصالح رافي. ثاني رائع الكرة في القائمة الثاني من انطلق من هنالك تغطية ممتاز. بارسي لعبها بعيدة تماما للامام ارضية رائع الكرة من رافينيا. وين يا رافينيا بارسا يزيد شوية ويسد. ضاعت داني اولمو موجود في كرسي الاحتياط. الكرة هذه والتغطية من رافينيا العرضية وفرينكي ديونغ البحث عن كوبو يلحق عليها كوبو. كرة بعيدة كتير وسهلة شوية يتريث يرجع ديونغ ضيع 4-1 على البايرن 4-0 منذ خسرت أمام أوساسونا بالضبير حول الكرة وصلت هنالك لبيكر الحكم يصفر له خط عليه عناصر ريال سوسيداد على خط ال 18 بعد هذه الكرة من كوبارد. رائع كوبو كرة مرفوعة القائمة الأول بالراس تغتني يرفع كرة القائمة الأول تغتني رائع يتكي فرصة يا كوبو في منتهى الروعة ممتازة من فيرمين لوبيز ليكون مش متسلل ضيعها من أمام أملا في أن تستفيد كثير. تغطية من قبل خطيرة بكر جول لريال سوسيداد هو الأول في الدقيقة 33 في غفلة من دفاع برشلونة الذي خرج ونسي بكر دخل من هنالك وسجل أول أهدافه. الكرة الرائعة جدا من هنالك في القائمة الثانية على الجهة اليسرى بكر خرجه بيمناه وضعها على يسار الحارس ياكي بينيا مسجلا الهدف الأول. كرة وبعيدة تماما ناحية اللاعب بكر منظور بيدري بيسو بالدي ضيعتها لوبيز ولا بال بالراس وبعيدة تماما من رائعة مرة ثانية وركنية أخرى بعد هذا التدخل بكرة حتى عن فيرمين لوبيز. كوبو يا صبال يضغط كرة بإيكير والكرة فاتوا راح التماس رجعت من هنا من مينيوس راحت لك كوندي بيكير مازال هيلا من سلل نعم رائع كورنيا تنفذ بعيد الامام من هنالك رافينيا في الخلف الكرة هذه ضيعتها كلها ويرسل العرضية الجهة اليمنى بالدي على
الجهة اليسرى وسط الدفاع كوبارسي وتحقق فوز 3 مرات تلتي كوبو ارامبورو من مينيوس كوندي وين رايح يا لوبيس كوبو راح كوبو ماي رائعة من بيدري ورائعة الرأسية هذه كاد كوبارسي يسجل أول أهداف هذا الموسم في الدوري مع فريق برشلونة ويسقط أحد اللاعبين بعد هذه الكرة. إذا لرافينيا تغطية دفاعية وراح يا صبال ويليا كيبانيا بروعة ينقذ برشلونة من جول ثاني. وين البنت الكتالونية اللي حطيتوها في النص وين؟ هاي اللعبة وهاي الكرة مرة ثانية الضغط من جانب لاعبي ريال سوسيداد خطيرة الكرة ملعوبة خطيرة. هل سيندم عناصر ريال سوسيداد على هذه الفرص وهذه الكرات التي تضيع كل مرة؟ هل سيندم عناصر ريال سوسيداد؟ الراس كوبو بيدري خرجها للتمام كرة هايلة والدفاع الراسية والدفاع خرجها دخل عن طريق كوبارسي خرجها قريت خرجها ضية من كوندي لم تمر توزيع الكرة الأرضية ما لم يقدر خطيرة منظومة لعب نادي ريال سوسيداد اولمو اوسكارسون تغطية دفاعية من هنا كرة من هنالك استرجعت الكرة في الوسط ماركوندي يلعبها ممتازة الكرة ليفزل رافينيا في خطأ اولمو واخطأ اولمو فيه تسلل نعم